يا بنتي يلا، دي النهاردة آخر ليلة. ده أنا ههريكي. عارفة يعني إيه؟ يا واد بس خلاص ده أنا أختك. أيوة أختي، بس برضو دي آخر ليلة. يا لهوي. عالهادي يا زبادي، ما تنسوش تضمولي حرف الزين. اه، وتقفوا عند البيع شوية. أيوة. يا شام، رايح فين؟ يلا اعملي لايك حلو منك، واشتراك في القناة فضلا وليس أمرا، وتعليق لو حبيت. ويلا بينا نبدأ حكايتنا النهاردة. حكايتنا النهاردة حكاية ممتعة أوي أوي أوي. حكايتنا النهاردة حكاية جميلة، وجميلة هي فعلا اسم على مسمى. خلينا اوصفها لكم كده بالتفاصيل. هي بنت بيضة أوي، وعينيها ملونة، عينيها عسلي، وشعرها طويل أوي وناعم، وصل لنص الكورتين بالظبط، وناعم أوي وسايح. البنت دي كانت طيبة أوي، وكانت ملهاش في أي حاجة، ولكن وهي صغيرة سمعت مامتها وباباها وهما مع بعض. يعني كان مجرد كده صوت وهي صغيرة. بس أخوها أحمد كان أكبر منه، فلما كانت تجري عليه وتقوله يا أحمد، دي ماما شكلها بتتخانق هي وبابا، عمالة تقول كتير كتير. كان هو شوية فهم وقال لها طيب يا جميلة خلاص سيبني. يعني كان عنده يجي 16 سنة كده، وأخته يمكن 10 سنين كده ولا حاجة. فضلوا مع بعض على طول. ولكن لما كبرت وهو كبر وبدأ يفهم، كانوا الاتنين ما بيتفرقوش، رفيق عمرها كده زي ما بيقولوا. ووقت ورا التاني كانت لازم الأم والأب يتمتعوا بحياتهم، ومش هممهم ان هما عندهم بنت وولد والاتنين في أوضة واحدة، وان العمر بيجري بيهم، وان هما خلاص بيكبروا في السن. أولادهم يعني بيكبروا في السن. ما كانوش باصين للحاجات دي خالص. وبالنسبة لهم ان الولد والبنت دول اخوات، ومش هيحصل اي حاجة. لكن يا فرحة ما تعمد، اخوها كان بيحبها قوي قوي، وكانوا كتير يشوفوا حاجات مع بعض ويقلدوها، ولكن بدون ما يعني فضلت بنت زي ما هي. وجيه واحد وتقدم لها، وكان اخوها كرهه على الاخر. واحمد قال لها بقولك ايه يا جميله، وانتي هتوافقي عليه ده ولا ايه؟ قالت له يا اخي ما تسيبني، هو انا هفضل قاعده؟ مفيش مره الخياره دي هاكلها، هفضل على طول كده. اتغاظ جدا احمد وقال لها خلاص انتي حره، اعملي اللي انتي عايزاه. قالت له بعدين ما انت فاطمه هتتجوزها، امك جابتها لك وانا سمعتها بتقول فاطمه بنت حلال وبنت ناس، وخلاص انت كمان هتدوق، ولا الطماطم بتلسعك؟ قال لها خلاص يا ستي انا موافق، بس وعديني اني حتى لو انا اتجوزت فاطمه وانتي خدتي عريسك، نفضل احنا الاتنين مع بعض. قالت له من عينيا الاتنين، ما تقلقش ابدا من حاجه زي دي. وفعلا بقيوا هما الاتنين واحد. قالت له جه في مره من يوم من الايام كانت قاعده متضايقه جدا. قال لها انتي زعلانه ليه ولا متضايقه؟ قالت له بصراحه انا خايفه. قال لها خايفه ايه يا موقوسه، ما احنا كل حاجه عارفينها. قالت له لا، انت هتوحشني قوي، وبعدين اخاف لحسن ما يكونش زيك. ساعتها بقى انا هعمل ايه؟ قال لها ايه ده، هو انا هوحشك للدرجات دي؟ قالت له طبعا، يعني لما انت ما توحشنيش امال مين اللي هيوحشني بس يا احمد؟ انت عارف احنا كنا اتنين في واحد. قال لها فعلا، وانتي احلى طماطمية هتوحشيني. قالت له وانت احلى خيارية هتوحشني. قال لها خلاص انتي مش فرحك الاسبوع اللي جاي؟ قالت له اه. قال لها خلاص الليلة ليلتك، وانا ههريكي وادلعك على الآخر وامتعك كويس قوي، متعة تخليكي حتى بعد ما تتجوزي تفضلي مستمتعة بيها. قالت له بصراحة انت كل مرة بتفاجئني عن المرة اللي قبلها. طب افرض هو بقى ما كانش هيفاجئني، هعمل ايه؟ قال لها انت عبيطة ولا ايه؟ ما اكيد قولي له هزور امي يومين وتعالي عادي وبروحي تاني. قال له يخرب بيتك، ده انت طلعت جامد قوي. قال لها طبعا دي ليلة الوداع، يعني بصي لا تقولي لي تعبانة ولا تقولي لي مش عارف ايه، بكرة الاقيكي نايمة النهار كله، عشان الليل كله ده بتاعي، اتفقنا؟ انت لحقت تنسى؟ ده انا لسه ما مشيتش، انت قصدك انام الليل كله عشان امك وابوك بيبقوا صاحيين يسمعونا، والنهار وهما في الشغل ده بتاعنا احنا. قال لها ايوه، وما تنسيش نصحى بدري
قالت له من عينيا الاتنين. فعلا قامت بدري زي ما هو قال لها وصحته، وكانوا خلاص مظبطين كل حاجة مع بعض. ولكن اتفاجئوا وهم خلاص وهي بتختار وهو بيختار لها وبيقول لها حلو ده وده تلبسيهولي، وبتشرب وبتجهز العصير بتاعهم الاتنين، ولسه هتطلع من الأوضة عشان تروح تاخد الشاور بتاعها، لاقية مامتها ماسكة راسها وقاعدة على الكنبة. فبتقول لها ايه ده يا ماما انتي مرتيش الشغل؟ قالت لها لا يا بنتي صدقيني ده انا مصدعه قوي الليل كله ما نمتش. راحت البنت بضحك قالت لها ايوه ما انا عارفه يا ماما الطبيعي بتاعك انتي وبنتوا الليل كله مش بتناموا، يعني بتسمعوا فيلم عربي بتاع بتسمعوا اغاني لكن مش بتبقوا نايمين، انتوا بتطبقوا تقريبا ولما بتيجي بتناموا، يمكن انتي قلة نوم يا ماما. راحت قالت لها لا 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 ده انا مصدعه قوي. قالت لها خلاص انتي لما تروحي الشغل وترجعي ريحي بقى. قالت لها لا ما انا خدت النهارده اجازه. ومن هنا البنت كانها ضربتها كده احلى قلم في الدنيا. خدتي اجازه ليه يا ماما؟ قالت لها انت ايه المشكله معاكي لما اخد اجازه، هو انا قاعده على قلبك؟ قالت لها ابدا يا ماما حبيبتي، اصلا انا نعسانه جدا وهروح اكمل نوم. رجعت تاني زي ما هي. قالت لها انت كنتي رايحه فين؟ قالت لها ابدا كنت داخله الحمام بس خلاص هروح انام. احط الفوطه اللي في ايدي ده انا كنت اغسل وشي واقوم اروق لك الشقه. قالت لها والله يا ريت ده انا تعبانه قوي، قومي يا امي كنسي وامسح. قالت لها لما اصحى لما اصحى. دخلت وهو بيقول لها في ايه؟ انا سامعك بتحكي بره مع ماما، يا ماما لسه ما مشيتش. قالت له نام. قال لها في ايه؟ قالت له نام، اصلي ماما بره واخده اجازه ومصدعه وتعبانه وعايزاني اقوم انضف لها بدل ما تدبسنا احنا الاتنين في النظافه، فنام واسكت مش حظنا النهارده. راح زغزغها كده وقال لها والله يا جميل عوضها لك وهتبقى الليله ليلتين. ضحكت وقالت له خلاص ماشي اتفقنا، بس بعد ما ولعتني. ماما عمل معاها كده حاجات بسيطه عشان خلاص ما كانتش قادره ومامتها بره وما كانش ينفع يحصل اكتر من كده، ولكن بعدها زي ما وعدها بليلة نفذ وعده بالظبط. وعاشت ليلة تتمناها طول عمرها بعد ما تتجوز. وما تنسوش على الهادي يا زبادي باي يا حلوين.